لو ابنك أو بنتك بدأوا يسننوا بتعاني من آلامهم وقلقهم فالفيديو ده ليكي. أهلا بيكم، أنا دكتور إيهاب، دكتور أسنان. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم لكل أم وهو التسنين عند الأطفال. تابعينا عشان تعرفي إزاي تخففي عنهم وتعدي المرحلة دي بسلام. أول حاجة خلينا نتكلم عن إيه هو التسنين أصلا. التسنين هو عبارة عن عملية طبيعية بيبدأ فيها ظهور الأسنان اللبنية عند الأطفال. طيب يا دكتور، هو التسنين ده بيبدأ من إمتى؟ التسنين بيبدأ عند الطفل بداية من 6 شهور لحد ما يتم 3 سنين. طيب ازاي اعرف يا دكتور ان طفل بيسنن؟ اعراض التسنين ممكن تكون مزعجه شويه، زي زياده في اللعاب او ان الطفل عايز يعض على اي حاجه، وفي الغالب بيكون فيه بكاء مستمر وارتفاع طفيف في درجه الحراره. كمان ممكن تلاحظ ان اللثه عند الطفل بتكون منتفخه ولونها احمر شويه. طيب يا دكتور، ازاي نقدر نخفف من الم التسنين؟ اول حاجه طبعا بنستخدم جل التسنين، وده بيكون موجود في اي صيدليه. الجل ده بيكون فيه مواد مهدئه بتساعد على تخفيف الالم عند الطفل، وكمان هيساعد جدا تدليك لثه الطفل بقماشه مبلوله بميه بارده. حاولي تدي طفلك العاب تسنين مصنوعه من مواد امنه ومخصصه للعض. الالعاب دي بتساعد عن التخفيف عن الطفل وتشغله عن الالم. اما بقى لو الطفل بيعاني من الم شديد، في الحاله دي ممكن تستشيري دكتور الاسنان وهو هيوصي بمسكنات امنه للطفل. في النهايه التسنين مرحله طبيعيه بيمر بيها كل الاطفال، فمش عايزك تقلقي. المهم ان احنا نكون جنبهم ونساعدهم يعدوا المرحله دي باقل الم ممكن. لو عندكم اي استفسار او عايزين نصايح اكتر ما تترددوش تتواصلوا معانا. شكرا على متابعتكم.